في ليلة تألق وسام أبو علي. وسام أبو علي يقود الأهلي للفوز الكبير على شباب بلوزداد 6-1. وسام أبو علي سجل هاتريك. لكن جنب تألق وسام أبو علي مش بس جاب 3 أجوان، هو أنقذ كولر. النهاردة كولر لو كان خسر أو تعادل الماتش دوت، أنا من وجهة نظري كان كولر ده روح خلاص. كان الأهلي هيمشيه يعني. كولر بقاله ماتشين 3-4 عمال يخرف، الكيرف بتاعه عمال ينزل. انا مش هغير كلامي فيه ومش هغير وجهة نظري فيه، مدرب كبير ومدرب جامد وعنده تكتيك وعنده اسلوب لعب وعنده طريقة وعنده شخصية بيفرضها على اي فرقة بيلعبها، وفرض شخصيته هو على اللاعبين وكل حاجة. بس يعني ما هو يعني في مثلا بيقول لك لكل حوت في احوت منه. ما هو انت دلوقتي لما انت عمال تعاقب في لعيبه وتبعدهم وتقتلهم نفسيا، مش يعني الكلام ده انا قلته في فيديو قبل كده وهقوله تاني، مش كل اللعيبه شبه بعض. مش كل بني ادم بيجي بالضرب، في بني ادم بيجي بالكلام، في بني ادم بيجي بالضرب، في بني ادم بيجي بالتشجيع. كل واحد ليه مفتاح وليه طريقته. حسين الشحات وطاهر محمد طاهر والذي منه غير رضا سليم. قلت لك الكلام ده قبل كده، نفس الكلام ده انا قلته في فيديو قبل كده. رضا سليم لعيب بيجي عايز يتعامل نفسيا كويس، هيديك اقصى ما عنده. لكن انت تقرص عليه وتبعده علشان يعمل اللي انت عايزه وينفذه في الملعب، مش هتلاقيه. مش كل اللعيبه شبه بعض. نفس الكلام بيرسي تاو. فدلوقتي رضا سليم، انت الماتش اللي فات ما نزلتوش خالص، الماتش اللي بتاع باتشوكا. يعني كنت ممكن، في ناس بتقولك انت ممكن ينزله مكان امام، ماشي مفيش مشكله، هو كان ليه وجهه نظر وما نزلهوش وبتاع، بس يعني انت ما نزلتوش خالص. جاي تبدا بيه النهارده، جاي تبدا بيه اساسي النهارده. ادي الولد لعيب يعني، فنيا مش جايب مستواه وبدنيا اتصاب، وقع من ناحيتين، ما قدرش يكمل. الشوط الاولاني خلص ورضا سليم اتغير. وسام ابو علي اعطاك قبلة الحياة لما جاب الجون الاولاني وطلعته بين الشوطين 1-1. انا مش عارف انت بأنه فكر ومحلل الاداء اللي معاك. يعني انت المفروض محلل الاداء دوت يفرجك، او انت اتفرجت على فرق شباب بلوزداد وعرفت ايه هم اولهم واخرهم. انا من وجهة نظري فرق شباب بلوزداد دي عايزه واحد بيلعب كوره، لعيب كوره يعني. ويا حبذا كمان لو مع لعب الكوره لعيب طف وجامد وزي امام عاشور وبتاع التحامات وبدني قوي وفي نفس الوقت لعيب كوره. طب يعني اللي مين لعيب كوره بس يعني ما فيهوش الصفات دي؟ قفشه. ده ماتش قفشه. السولية مع احترامي ليه، كان شبه امام عاشور بس ما كان صغير شويه. السولية ده مش ماتشه. انت الريتم بتاع الماتش شبه دوت، وفرقه مقفله قدامك عايزه لعيب حريف، لعيب كوره حريف كوير، يضرب خطوط بباص، يعمل دبل باص مع زميله يضرب خط ضغط. الفرقه كلها يعني جايه في ارضك، اكيد هتيجي هتدافع وتلعب على المرتده. كفايه قوي اكرم ومروان عطيه، كفايه قوي. ليه السوليه ما في قدامهم قفشه يا عم؟ كان انا بالنسبه لي انسب تشكيله لنص الملعب ده في ماتش شبه ده مروان عطيه، قدامه امام، قدامهم قفشه. امام وقفشه هيمسكوكوا الكوره على الفرقه اللي قدامك وهيلعبوهم كوره وحريفه كوره. واديك شفت الجون الاولاني اللي جه غلطه غير مقصوده من اللعيبه، لما حسين الشحات باصها بالغلط في اتجاه بيرسي تاو، المدافع قطعها، جت لاسامه ابو علي الكوره من عمق الملعب، من قلب الدفاع بتاعهم ضعيف جدا. انت مش ما قريتش ده؟ قلب الدفاع ضعيف جدا. فالماتش ده بتاع واحد زي قفشه، ملك الحته دي. يعني الجزء اللي في النص بتاع ربع دايره، ومن الربع دايره وبين خط دايره السنتر بتاعت قفشه دي، كانت عايزه واحد بتاع المكان ده، بلاي ميكر
يلعب رضا سليم لما كان موجود، او بيرسي تاو لما نزل، والناحيه التانيه حسين الشحات. كل الاجوان النهارده جت من العمق. كل الاجوان اللي انت جبتها النهارده الاهلي جت من العمق. طب ما كان من الاول. ده شغلك انت كمدرب، ده شغل مش شغل محلل الاداء. دي فرقه تعبانه ومش عارفه حتى تقف وتقفل خط ظهرها ولا تدافع. فيعني كسبت النهارده، واسامه ابو علي حط عليهم، جاب له 3 اجوان ولا 4. فيعني ركبك الماتش. لكن طب ما فيش اسامه ابو علي، ما فيش مهاره فرديه من اللعيب. يعني الكره الاولانيه، الجون الاولاني انا شايفه في سرعه رد فعل رهيب، عيل رهيب. ايه حساسيه الرجل دي؟ ايه التوقع ده؟ ايه الفينش ده؟ يعني كرة جايه غلط اصلا. ايه حساسيه الرجل اللي انت ما تطفشهاش في السماء، ما تقلش منك وتشوطها في نص الجون في اللعيب في الحارس نفسه، لوب صغير قوي في مساحه قد كده. ايه الولد ده؟ وايه الفاول ده؟ فاول بالمقاس لا عاليه جايه مثلا ايه في مستوى ليها خلاص هتطلع تيجي في العارضه وداخل الجون بالعافيه، ولا وفي نص الجون، لا ده في الزاويه وعامله سكرو غريب. وايه الجون التالت الشوطه دي؟ ايه ده؟ هو حارس، انا شايف ان الجون التالت دي غلطه الحارس، حارس تعبان بس برضو التفكير بتاعه هو الاسهل له، ده ما يعوج جسمه ووسطه ويلف الدرجه دي كلها برجله. كان ممكن يشوطها في الزاويه بتاعت على شمال الحارس وعلى يمينه، هو اسهل من انه يوديها في البعيده. بس هو بيعمل العكس المتوقع وبيعمل الصعب على الحارس، وفعلا الحارس بيتحرك وبيثبت رجله اليمين عشان يروح ناحيه الشمال ويطير ويعمل التراي، جت على يمينه الثابته فنزل تحتيه. دي صياعه مهاجم وسرعه رد فعل وذهنه حاضر محضر انا هعمل ايه. بيرسي تاو جاي قبله ما تفاجئش بيه، وسع انت بيرسي تاو تك، قفل وسطه كله ولفه وحطاه في الزاويه العكسيه. مهاجم فتاك بجد، يا بخت الاهلي بيه. بجد بجد يا بخت الاهلي بيه. أه... على اي حال يعني ما اعرفش كولر بقى ابتدى يسرح. انا من وجهة نظري يعني بقى له 3 4 ماتشات على الوضع ده. ابتدى يسرح، ابتدى ان هو ايه، يعاند اللعيبه بشكل مش طبيعي وبيعاند نفسه. وده هيحصده برضه في الماتشات اللي جايه. يعني مش كل مره ايه، يعني وسام ابو علي مش هيخلصك كل مره. فدي انا بالنسبه لي شيء مفروغ منه. اخر حاجه عايز اتكلم عليها هي الجمهور واللعيبه، جمهور الاهلي واللعيبه بعد الماتش. دلوقتي انت يا عم كهربا يا زعيم العصابه، الشناوي بيقول لي تعال نروح للجماهير. ده الراجل فاهم وعارف هو بيعمل ايه. الجماهير كانت بتهاجم اللعيبه قبل الماتش ومتضايقه من اللعيبه، وفي جماهير كتير ما راحتش الماتش. ما دمهم طبيعي، دمهم محروق من ماتش باتشوكا والفرص اللي ضاعت والفرصه اللي كانت هتقابله ريال مدريد في النهائي وبتاع. كله راح مره واحده وانتهى مره واحده. فطبيعي الجماهير محروق دمه. بس مجرد ما تكسب وبتعمل اداء وبتجيب اجوان، خلاص الجمهور بينسى وبيبقى عايز يحييك تاني ويرجع يشجعك تاني. تيجي انت بقى لا لا انا عندنا كرامه، يلا بينا، يلا بينا نطلع، محدش يروح لهم، محدش يروح للجمهور، محدش يروح هناك. خليت الجمهور بدأ خلاص هو بيشجعك وانت طالع شتمك وقال لك لعيبه وحشه، ولاد وحشه. ويعني ليه ما تحط في عينك حصوة ملح منك ليه، وتستحمل الجمهور اللي كان بيشيلك وبيشجعك ومحروق دمه، ومجرد بس ما انت كسبت فرقه تعبانه دي شبه دي 6، رجع يشجعك تاني في نفس الماتش، نفس المباراه. لكن ازاي انا اتعوج عليهم واتقرنن عليهم ولا مش رايح لهم وكرامتي توجعني وبتاع. كده كده انت خلاص يا كهربا، انت يعني انتهيت كرويا. يعني قبل بقى ما هقول اللي انا هقوله ده، انت انتهيت كرويا. ثانيا انت خلاص انت ماشي من الاهلي، انت ماشي من الاهلي ده في يناير اللي جاي ده على طول. فيعني على الاقل وانت ماشي، وكمان انت مش هتيجي الزمالك ومش هتشوفه تاني في حياتك.
على الاقل بقى وانت ماشي حافظ على الشويه اللي عندك مع عند جمهور الاهلي. في شويه لسه متعاطفين معاك، يعني في شويه مش طايقينك عشان انت رايح في 60 داهيه بدنيا وفنيا وذهنيا وكل حاجه، وفي شويه لسه متعاطفين معاك، او اللي انت اللي بتضحك عليهم بالتيشيرت وتضحك عليهم بالنيني والكلام دوت وتغيظ جماهير الزمالك. طب حتى دول تحافظ عليهم. لكن انت لعيب غبي، مع احترامي ليك كشخص انت بقى، بس انت كلعيب مفيش دماغ. على اي حال من هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى دعمكم واشتراككم في القناة. السلام عليكم.